اي مشاكل في شويه العضلات اللي فوق دي بتسبب الدوخه والدوار. لازم لو عندك دوخه تكشف على المنطقه دي كويس. اسمهم عضلات قاع الجمجمه. دور العضلات دي ان هي بتوصل ما بين قاع الجمجمه هنا واول عظمتين عندك في الفقرات العنقيه. دورهم ان هم يقولوا وضع دماغك فين في الفضاء. لو العضلتين دول فيهم مشاكل وواخدين اشارات غلط هتدي اشاره ان مثلا راسك كده، بس الاشاره دي مش هتتفق مع عينك، فهتلاقي مخك اتلخبط ان عينك بتقول ان انت راسك كده والعضله بتقول ان انت راسك كده. فلو العضله مهنجه على العينين صار الدوخه. عندهم 85% من احساس التوازن جوه جسمك كله موجود اللي موجودين تحت قاع الجمجمه دول. العضلات دي لو ملتهبه او مشدوده او بايظه فيها عقد عضليه بتبعت اشارات غلط تماما لمخك. فانت لو محتار ولفيت في كل حته على سبب ضغطك وما رحتش تبص على العضلات اللي في المنطقه دي، انصحك بجد انك تروح تبص عند دكتور عظام او دكتور مخ واعصاب وتقول له الحته دي وجعاني، الحته دي بتدوخني، ان شاء الله تلاقي الحل. هذا والله اعلم.